قبل مشاهدة نشرتنا الإخبارية اشترك في القناة. يحاول المغرب الابتعاد عن اللغة الفرنسية وتوسيع نطاق نظيرتها الإنجليزية في المدارس بعد عقود طويلة من هيمنة لغة مولير على التعليم والإدارة وتقريبا جميع مناحي الحياة في المملكة. وكتبت صحيفة إسبانية في تحليل لها أن هناك حملة ضد الفرنسية في وسائل الإعلام المحلية بها لمسة حرب ثقافية، فيما تصر الرباط بالفعل على إزالة الفرنسية اللغة الأكثر انتشارا بالمغرب بعد العربية من الحياة اليومية للمغاربة. فاصلة بحسب الصحيفة. وتنقل صحيفة الديبات أن أي شخص زار البلاد وتجول في الشوارع يسمع كيف ينتقل المغاربة بين اللغتين الفرنسية والعربية، فيما تنتشر وسائل الإعلام باللغتين. وتشير الصحيفة إلى أن هناك المزيد والمزيد من المدارس البريطانية والأمريكية. ومنذ عام 2019 تم افتتاح 7 مدارس جديدة للغة الإنجليزية، والتي تتنافس إلى جانب المدارس الأمريكية التاريخية ال5 في ظروف غير متكافئة مع شبكة واسعة من المدارس الثانوية الفرنسية. وكان استطلاع نشره المجلس الثقافي البريطاني في عام 2021 كشف أن 40% من المغاربة يعتبرون اللغة الإنجليزية أهم لغة يجب تعلمها، مقارنة ب10% ممن يعتبرون الفرنسية الأهم. ويعتقد الثلثان أن الإنجليزية ستتفوق على الفرنسية كأهم لغة أجنبية في السنوات القادمة. وتدرس اللغة الإنجليزية حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وفق ما أوضح مدير المناهج فيها محمد زروالي لوكالة فرانس بريس. وسيشمل التعميم 10% فقط من تلامذة السنة الأولى و50% من تلامذة السنة الثانية في الموسم المقبل، على أن يغطي 100% من التلاميذ في موسم 2025. وبات الإقبال على المدارس الخاصة التي تدرس عادة الإنجليزية من المراحل الابتدائية أو على البعثات الأجنبية أمرا شائعا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفها الباهظة، وذلك سعيا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا في اللغات الأجنبية. وفي تقرير الشهر الماضي كتبت مجلة ماروك إبدو المغربية الناطقة بالفرنسية أن عدد الناطقين باللغة الفرنسية في بلدان المغرب يتراجع عما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاما، وهذه حقيقة تقول المجلة، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي أقر بذلك في القمة الفرنكوفونية في تونس في نوفمبر الماضي، وأعلن تدابير الاستعادة صورة اللغة التي كانت منذ فترة طويلة الأكثر تحدثا في العالم. ونقلت الصحيفة الإسبانية أيضا ما أكده علم الأنثروبولوجيا محمد يالاص غير جنجار لنظيرتها الفرنسية لومندي، إذ قال: وصل الإنجليز دون أن نلاحظ، ولم نكتشف أن أطفالنا يتحدثون الإنجليزية إلا وفي وقت متأخر في السنوات 10 الماضية، في دلالة على زيادة عدد المتحدثين بالإنجليزية في المغرب.